هاخد بسرعه، الدنيا مقلوبه حرفيا على محمد صلاح في منتخب. بس قبل ما اقول لك رايي لازم اقول لك ايه اللي حصل اساسا خلى الدنيا تتقلب على محمد صلاح وعمر مرموش في نفس الوقت مع المنتخب. بص يا سيدي، القصه باختصار بتتلخص في حاجتين. المنتخب اللي احنا لعبناه امبارح الماتش الاول كان على ارضنا، كان في استاد القاهره، وهو منتخب موريتانيا اللي كسبناه 2-0 امبارح. فطبيعي زي ما لعبت على ارضك لازم تروح تلعب على ارض الخصم. المشكله بقى ان الخصم ده ما عندوش ارض اساسا يتلعب عليها ماتش، الاستاد اللي عنده نجيله صناعي بس. طبعا لعيبه المنتخب لما عرفت معلومه زي دي، وعايز ازود من عندي ان بالاضافه كمان لراي نواديه، وده اللي مش ظاهر في القصه كلها، ان اللعيبه مش عايزه تروح ومش عايزه تلعب على نجيله صناعي، وده غلط جدا على اللعيبه فعلا. طبعا زي ما انت عارف هيبتدي يتقال بقى انت متخاذل وانت مش عايز تلعب مع المنتخب وانت خايف على نفسك وي وي. ما تيجي نتكلم بالمنطق شويه، كريستيانو، ميسي، مبابي، فينيسيوس جونيور، لو قلت لحد فيهم روح العب على نجيله صناعي هيرضى؟ طب انت ليه دايما شايف صلاح اقل من الناس دي؟ حبيب قلبي انا مش هقول لك ان هو بيلعب في ليفربول وعنده دوري انجليزي ومتصدر دوري انجليزي وبيلعب دوري ابطال وكويس في دوري الابطال، لا خالص. الكلام ده كان زمان، حضرتك ده نجم الفرقه دي كمان تقول لي انت بتطبل لصلاح؟ بص يا عالم، عايز تعتبرني بطبل براحتك، بس انا عمري ما كنت مشجع لليفربول